في المحيط ديالنا كاين اشخاص واخا كبار في السن الا ان الافعال ديالهم كتبين العكس، كيديروا شي اشياء كيخليهم يبانوا براش. وبطبيعه الحال اذا كنت كبير والافعال ديالك ديال البراش فهادشي كيخلي الناس يشوفوك انسان مكلخ. والسؤال هنا هو واش يمكن انت تكون من هذا النوع وما عارفش راسك؟ هادشي علاش في هذا الفيديو جبت لك 8 ديال الافعال كيديروهم هاد الناس، واذا كانوا فيك غتكون خديتي الجواب لهذا السؤال. ما تنساش الاشتراك في القناه ونبداو. اول حاجه الهضره بلا معرفه. شحال من واحد كيجي كيجبر شي جوج كيهضروا في شي موضوع كيخشي راسو حتى هو، ما كيهموش واش يكون فاهم شي حاجه في داك الموضوع، المهم هو يهضر ويعطي الراي ديالو ولا الفكره ديالو واخا يكون ما كيفهم والو، وكيهضر بثقه اكثر من داك الناس اللي فاهمين. المهم كيتسخشى في اي مواضيع كيف ما كانت واخا ما عارف عليها والو. ثاني حاجه تقليد الناس بلا وعي. هذه حاجه من الحوايج اللي كتخلي بنادم يبان بروش في اللي عند غيره، حيت كيشبر وينسخ الاسلوب شي واحد اخر يا في الهضره يا في التعامل يا في شي حاجه هكذا، ويحاول يكون بحالو نيشان بلا حتى شي مجهود شخصي منه، وكيتاثر بالمظاهر والسوشيال ميديا، يعني دماغه ضعيف كينقل الحاجه وصافي. وهادشي الناس كيلاحظوه دغيا، حيت التصنع واحد الحاجه اللي مفضوحه وماشي سهل تخبعها. ثالث حاجه هي عدم تقبل النصيحه ولا تصحيح الخطا. كيف ما قلت لك في الاول، ملي كيكون الشخص حاسب في راسو فاهم في كلشي فراه واخا تجي تقول له ماشي هكا وهاد الطريقه الصحيحه غادي يكذبك، حتى واذا كانت الهضره ديالك بالدلائل ومتاكد منها وجبتي ليه شي مرجع وكان موثوق غيكذب حتى هو وغيقول لك فاشي خطا. المهم ضروري ما غيقول لك انت اللي كتخربق، هو اللي عنده الحق وما عندوش مشكل يحلف ولا يتغنن معاك على الهضره اللي كيقول، غير ما تقولش عليه غلط. رابع حاجه الهضره بزاف بلا فايده. الهضره بلا فران وتهضر غير باش تهضر وصافي فراه واحد الحاجه اللي خايبه، حيت كتخلي راسك بوحدك اللي كتهضر واللي معاك خصهم غير يسمعوا، اما انت غير تهضر ما تعرف كيفاش تسكت ولا كيفاش تسمع لغيرك. هاد الصنعه من اكثر الحوايج اللي كيكرهوهم الناس. خامس حاجه الضحك على الناس. اذا كنتي كتضحك على الناس باش تبان واعر ولا باش تضحك هذاك اللي كتهضر معاه فراه هادشي كيخليك تبان مكلخ. واخا داك الشخص اللي كتهضر معاه يبين باللي عاجبو حالو فراه من الداخل كيقول تفو على بنادم، ما كيحشم ما كيحترم، حيت عارف مادام كتضحك على الناس غتضحك عليه حتى هو ملي يعطيك بالظهر. سادس حاجه الاهتمام بالمظاهر. اذا لبستي شي حاجه جديده وتلاقيتي مع شي صاحبك وبقات الهضره ديالك كامله على داكشي اللي انت لابسو باش تبان، فراه هادشي كيبين لواحد درجه كبيره بزاف باللي راسك خاوي، حيت اذا كنتي هكذا فراه باين كتقدس الفلوس والتباهي، وهادشي ما كيحملو حتى شي واحد واخا يكون كيف ما بغا يكون. سابع حاجه الهضره في الناس. اذا كان عندك مع النميمه بزاف وكتضيع جهدك كامل غير في الهضره على هذا دار وهذا ما دارش، كتولي باينه فيك شي واحد تافه. الشغل الوحيد اللي عنده واللي كيتقنو هو الهضره في الناس، وهاد العاده واحد الحاجه اللي خايبه واللي كتخرج على الواحد وفي نفس الوقت كتبينو باللي ما فراسو والو. ثامن حاجه هي الثق باي حاجه شفتيها ولا سمعتيها. مثلا تكون كتفرج في انستغرام وتشوف شي فيديو كيهضر على شي حاجه في الدين ولا في السياسه ولا في اي موضوع، داكشي اللي شفته تيقو وتبقى تدافع عليه، فبطبيعه الحال تقدر تجيب الوقت وتهضر مع شي واحد على نفس هذا الموضوع، وهذا الواحد يقدر حتى هو يكون شاف داك الفيديو اللي شفته ولكن عارفه باللي غير تخربيق. هنا غتبان سطال اكثر ما انت كتخايل. هادشي اللي قلت ليك راه مجرد اختصار بسيط من بزاف ديال الحوايج اللي كتبين لواحد خاوي، واذا كان فيك هادشي ولا غير واحده منهم خصك تزولها ضروري، وخصك تعمل في بالك بلي الذكاء ماشي هو تكون شي واحد اللي كيفهم في كلشي. الذكاء بصح هو تعرف فوقاش تسكت وفوقاش تسول وفوقاش تتعلم. اذا وصلتي لهاد النقطه من الفيديو واستفدتي منه شي حاجه ولا عجبك ما تنساش تدعمني بلايك واشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش نقدر نكمل في هذا المحتوى. هنا غنكونوا سالينا الفيديو. شكرا لكم بزاف، تهلاو.